بيبدأ المسلسل مع الطالبة جيو تبقى بنت زعيم عصابة خطير، بس هو حاليا هربان ومحدش عارف مكانه، وجيو عايشة لوحدها. ولما بتخرج من البيت بيكون في عربية شرطة مستنياها، والظابط بيسألها إذا كانت شافت أبوها، بس هي مش بتهتم لكلام الظابط وبتمشي، وعربية الشرطة بتفضل ماشية وراها، والظابط بيأمرها تخلي أبوها يسلم نفسه. وجيو بتخش المدرسة وزمايلها كاتبين شتايم ليها على الديسك بتاعها، وزمايلها المتنمرين بيجوا يكملوا تنمر عليها بسبب ان ابوها زعيم عصابة. وجيو بتكون لوحدها تماما وملهاش صحاب ومحدش حابب يلعب معاها، وبتشوف ضباط الشرطة بيتكلموا مع المدرسة دي، وبعدها المدرسة بتقول لها انت مرفوضة من المدرسة لان اولياء امور الطلبة مش عايزين اولادهم يتعلموا مع بنت زعيم عصابة. وجيو بيجي لها رسالة على تليفونها من ابوها وبيهنيها على عيد ميلادها، ولما بترجع الفصل علشان تاخد شنطتها بتلاقي كيس بودرة على الديسك، وزمايلها بيقولوا لها ان دي بضاعة الممنوعات بتاعت ابوكي. وجيو بتتعصب ورمت كيس البودرة في وش البنت المتنمرة، والمتنمرة بترد عليها وبتضربها، فجيو بتنتقم منها ومن كل المتنمرين وبتقدر تضربهم هما التلاتة. وبيبان انها بنت شجاعة وقوية، وبتقول لهم توقعوا اي حاجة من بنت رجل العصابات. وبتخرج من الفصل وبتدي شارة الطلبة للمدرسة وبتمشي من المدرسة وبتفرغ غضبها على عربية الشرطة، وبعدها بتروح تقعد على البحر في نفس المكان اللي كانت بتقابل فيه ابوها، وبتفتح صورهم سوا وبتفتكر الذكريات. ولما بترجع البيت بتلاقي نفس الضباط مستنيينها، بس هي بتتجاهلهم وبتشوط الهدايا اللي ابوها جابها لها وبتخش البيت، وابوها بيفضل يرن عليها كتير بس هي مش بترد. وبعد عدة مكالمات اخيرا بترد عليه وبيقول لها انا اسف اني مش معاكي في يوم عيد ميلادك، انا بعتلك هدايا عند باب البيت. وبيسألها عن احوالها، هي بتعيط وبتقول له الشرطة بتطاردني دايما، وفي المدرسة بيتنمروا عليا علشان بنت رجل عصابات، وكنت برن عليك دايما بس موبايلك كان مقفول. وبتزعق وبتقول له كل ده بيحصل لي بسببك. وابوها بيتصدم من كلامها وبيحس بالذنب وبيقول لها انا هظبط كل حاجه واجيلك. جيو بتقول له انا مش عايزاك ترجع لي علشان انت ميت بالنسبه لي، وبتقفل في وشه السكه، وكلامها بيخليه مكسور. وبيفتح تليفونه وبيشوف انها فعلا بعتت له رسائل كتير وكانت بتطلب منه المساعده، وهو مش بيتردد وبيقرر يروح لها البيت. وبعد ما وصل بيضرب ضباط الشرطه اللي كانوا بيراقبوها، وكان بيحاول يفتح باب الشقه بس كان مقفول من جوه، وهي بتصحى على صوت ابوها. وفجأة في شخص مقنع بيظهر، والاب بيدرك انه هيموت دلوقتي وبيمسك أكرة الباب كويس علشان جيو ما تفتحش، والمقنع قتل ابوها. وجيو بتكون في قمة الصدمة وبتشوف من العين السحرية القاتل وهو بيضربه برصاصة تانية، وبتحاول تفتح الباب بس ابوها ماسك الأكرة علشان ما تفتحش. وبتشوف القاتل وهو ماشي وبتبقى منهارة على ابوها، وهو بيقول لها انا اسف اني خليت حياتك صعبة، كل حاجة وحشة حصلت لك كانت بسببي. وهي مش بتقدر تتقبل موت ابوها وبتفتح الباب وبتصرخ عليه. وتاني يوم في الجنازة بيوصل زعيم العصابة تشوي وبيقدم الاحترام لأبو جيو، وجيو بتسأله مين اللي قتل أبويا. تشوي بيقول لها أبوكي كان صديقي المقرب وكان شخص كويس، وبيسيبها وبيمشي. وجيو بتفتكر أيامها الحلوة مع أبوها، وفي مرة سألته هل توافق ترجع بالزمن لورا، هو بيقول لها لا علشان مش هتكوني معايا، وفي الوقت الحالي بيعدي أيام كتير. وجيو بتروح لاسم الشرطة وبتسأل الضابط ليه قضية أبويا اتقفلت. الضابط بيقول لها علشان مفيش أي شهود ولا أداة للجريمة، وحرفيا مفيش أي حاجة نعتمد عليها. هي بتوري له صورة المقنع من كاميرا المراقبة وبتتعصب عليه علشان يشوف شغله. هو بيقول لها مفيش أي حاجة بإيدينا نعملها، وأنا بقالي مدة بسألك عن أبوكي، لو كنتي بتردي على أسئلتي كان جايز قدرنا نقبض عليه بدل ما كان اتقتل، وأكيد القاتل كان عنده سبب يقتل أبوكي علشانه. وبعدها جيو بتروح تقابل تشوي وبتوري له صورة القاتل وبتطلب منه المساعدة علشان تلاقي القاتل، وبتقول له أنت قلت إن أبويا كان صاحبك. تشوي بيسألها ولما الاقي القاتل انت هتعملي ايه؟ بتقول له هقتله بنفسي. تشوي بيكون عارف انها ما تعرفش اي حاجة عن القتل وبيديها سكينة وبيأمرها تطعنه بيها وكأني انا القاتل، بس هي بتترعش وبتبقى خايفة، فتشوي خد منها السكينة وضربها بالقلم، وهي بتاخد الصورة وبتمشي. ولما بتروح البيت المقنع اللي قتل ابوها بيخبط عليها، والمرة دي هي بتشوف وشه كويس من العين السحرية وبتبقى خايفة منه ومش بتطلع نفس علشان ما يحسش بيها. وفي النهاية هو خد بعضه ومشي، وجيو بتتنفس بأعجوبة، وبعد ثواني هي بتخرج وراه علشان تقتله بس مش بتلحقه.
وبعدها بتطبع صور كتير لوش المقنع وبتعلق صوره في كل مكان، وحتى مكافأة للي يدلها على مكانه علشان هي عايزة توصل له وتنتقم منه. وتشوي بيكون معدي بعربيته وبيشوف صورة القاتل، وبعدها في رقم بيتصل بجيو وبيقول لها انا عارف هوية الشخص اللي انت بتدوري عليه، وبيبعت لها لوكيشن المكان اللي هيتقابلوا فيه. وهي بتاخد معاها فلوس ابوها كان سايبها ليها وبتروح للمكان ده، بس بيطلع ان اللي اتصل عليها مجرد بلطجية ومحدش فيهم يعرف هوية القاتل، وبيسرقوا منها الفلوس. وبعدها بيكونوا عاوزين يخطفوها وهي بتحاول تقاوم وتضربهم بس مش بتقدر تعمل معاهم حاجة، وهم بينزلوا فيها ضرب وبيخطفوها معاهم في شنطة العربية. وفجأة البلطجية بيعملوا حادثة وبتسمع صوتهم وهم بيتخانقوا، وبتطلع السكينة اللي معاها علشان تفك نفسها، والشنطة بتتفتح وفي شخص بيمسك ايديها وبيطلع عنه تشوي، وبيتضح ان رجالة تشوي ضربوا البلطجية علشان يحرروها. وبيتكلم معاها على انفراد وبيقول لها انت كده عايزة تموتي نفسك، وقفي تصرفات متهورة وخليكي هادية. جيو بتقول له ازاي عايزني اكون هادية وانت والشرطة مش بتعملوا حاجة علشان تجيبوا حق ابويا؟ تشوي بيسألها هل انت فعلا عايزة تنتقمي؟ هي بتقول له اه بدون تردد. فتشوي بيقول لها يبقى لازم في البداية تتعلمي ازاي تقتلي، وبيقرر يعلمها القتال وبياخدها لصالة التدريب، وبيقول لكل التلاميذ ان جيو عضوة جديدة معاكو، وبياخد بعضه وبيمشي. والكل بيستغرب لما بيشوفها لان عمر ما في بنت جت هنا علشان تتدرب على القتال. وزميلها في السكن بيقول لها انت اللي هتنضفي وهتغسلي، وانا لما جيت هنا اول مرة كنت بنضف وبغسل. وهي بتكون محتفظة بالفازة اللي فيها رماد جثة ابوها، وبعدها بتغسل الأطباق للمكان كله وبتلم اللبس من الأرض علشان تغسله. وفي شخص بيغني قدامها وبيضايقها بكلامه، وجيو بتتعرض للسخرية دايما منهم ومش بيسمحوا لها تخش تتدرب، وهي بتفضل تستحمل ومش بترد. لكن لما الشخص ده بيحاول يلمسها هي بتضربه في وشه بقوة، فهو رد عليها وضربها وجابها أرض. والمدرب بيوصل وبيسكت الجميع والكل بيرجع لمكانه، وجيو بتتمرن بالليل بعد ما الكل نام. وتشوي بيخش عليها وهي بتقول له انا هدفي افوز. تشوي بيقول لها كده مش هتقدري تفوزي، لازم تزرعي في دماغك انك هتقتليه، وبالتالي فعلا هتقتليه. القوة لوحدها مش هتخليكي تنتصري، قاتلي بدماغك واستهدفي المناطق الحيوية في الجسم زي الشفة والدقن والاعضاء التناسلية، ولما تطبقي اللي بقولك عليه ساعتها هتقدري تقتلي خصمك. وبعدها تشوي بيبدأ يدربها بنفسه على القتال، وهي بتحاول تستهدف المناطق اللي قالها عليه، وجيو بتبقى بتستوعب بسرعة ومستواها بيتحسن. وتشوي بيقول لها انت عندك الموهبة بس لسه ما عندكيش القوة. وجيو بتواظب على التمرين بشكل يومي وبتتخيل انها بتضرب العدو بتاعها، وتشوي هدفه يساعدها تنتقم لابوها. وبعد عدة اسابيع تشوي بينظم مسابقة لكل المقاتلين وبيخلي الجميع يخشوا في قتال لحد ما يتبقى مقاتل واحد بس، والفايز هياخد اسبوع راحة وجايزة قيمتها 100,000، وكله بينزل ضرب في التاني بدون اي رحمة. وجيو عاملة اداء هايل وبتطبق تعليمات تشوي، وفي النهاية مش بيتبقى غير 2 مقاتلين جانجيا وجيو، والاتنين بيكونوا تعبانين من القتال بس بيقاتلوا بكل قوتهم. وجانجيا بيحاول يخنقها بالحديد بس هي بتفلت منه، وبيدور قتال عنيف ما بين الطرفين، بس في النهاية جيو قدرت تنتصر. وتشوي بيرفع ايديها والكل بيحييها. وجانجي بيفوق في الأوضة بتاعته وزمايله بيتريقوا عليه علشان خسر من بنت. وبعدها جيو كانت بتنظف الأرضية وبتقول لجانجيا أنا بتأسف لك بس كان لازم حد فينا يتهزم، بس هو مش بيهتم لكلامها وبيمشي. وبيكون بيخطط إنه ينتقم منها، وبيطلع إنه حط مخدر في المية بتاعتها، وبعد ما شربت بتحس بدوخة وبتفقد الوعي. وجانجيا وزمايله بيخشوا عليها الأوضة وعاوزين يستغلوا إنها فاقدة الوعي ويعتدوا عليها، بس هي بتبقى فايقة شوية وبتحاول تقاومهم. وفي وسط الفوضى دي البرطمان اللي فيه رماد جثة ابوها بيتكسر، وبتمسك قطعة ازاز وبتضرب واحد فيهم، وجانجي بيمسك المطرقة علشان يقتلها بيها، بس تشوي بيتدخل وبيوقفه على اخر لحظة وبياخده على مكتبه وبيطلع سيف وبيسأله انهي جزء في جسمك انت مش عايزه، وشك ولا دراعك ولا رجلك؟ بس جانجي بيتأسف وبيقول له انا غلطت. تشوي بيمسكه من رقبته وبيقول له انا اللي جبت جيو، يعني ما ينفعش تلمسها نهائي. وبعدها تشوي بيعور في وشه بالسكينة علشان يفضل فاكر اللي هو عمله، بينما جيو فبتلم رماد جثة ابوها وبتحطه في صندوق وهي بتعيط عليه. وبيقابلها تيجو المساعد بتاع تشوي وبيقول لها لو هتعيطي فالمكان ده مش مكانك. وبعدها تشوي طلب يقابلها في مطعم وبيقول لها انت هتسيبي صالة التدريب وهخلي رجالتي يقولوا للتلاميذ ان جانجية قتلك، وبيدي لجيو هوية باسم جديد وبيديها المسدس اللي ابوها اتقتل بيه، لان القاتل رمى المسدس واحنا لقيناه وطلع ان
السلاح ده يخص الشرطة، يعني اللي قتل ابوكي كان ضابط شرطة، وانت دلوقتي بقيتي واحدة من رجالتي، ورجالتي هيحموكي دايما، بس لو خنتينا هنقتلك، ودورك انك تدوري على القاتل وتقتليه. وجيو بعدها بتتمرن بكل قوة للحظة الانتقام، وتعلمت القتال بالسكينة وتعلمت ضرب النار. وبيمر 4 سنين وجي دلوقتي بتخش كلية الشرطة، وبعدها بيكون عندها مهمة القبض على تاجر ممنوعات، وبتطارد شخص مشتبه فيه وبتمشي وراه لحد ما بيخش البيت ده، وبتكتشف ان البيت ده بيحصل فيه عمليات اجرامية كتير، وبتلاقي بنت فاقدة الوعي وبتحاول تفوقها، وبتشوف صفقة بيع ممنوعات بتتم، وجي بتقتحم المكان وبتضرب الجميع وبتبوظ الصفقة وبتقبض على زعيم العصابة، بس بيوقفها شخص اسمه بيلدو، وبيطلع له من شرطة مكافحة الممنوعات، وبيقول لها انت بوظتي كل حاجة، دي كانت القضية بتاعتي انا وكنا شغالين عليها بقالنا شهور. وكان عاوز ياخد منها المجرم، بس جيو بترفض، بس بيجي لها مكالمة من رئيس الشرطة وبيأمرها تسيب المجرم لبلدو، وهي بتسمع الكلام وبتمشي. وتاني يوم هي بتروح لاسم مكافحة الممنوعات علشان بتقدم انها تنضم للقسم ده، ومدير القسم تشان بيجي يقابلها، وهي لما بتشوفه بتفتكر الشخص اللي قتل ابوها لان في شبه كبير ما بينهم. وتشان بيقول لها انت قدمتي على طلب الانضمام لينا اكتر من مرة، وانا عاجبني اصرارك وعلشان كده هقبلك. وهي بتتبسط وبتمشي وبتروح تقابل تشوي لوحدهم، وبتعرفه انها تنتقل لقسم مكافحة الممنوعات، وهناك هقدر اكتشف قاتل ابويا، وانا شاكة في المدير تشان. ولما سيرة ابوها بتتفتح، تشوي بيحكي لها ان في المبنى اللي قصادهم ده ابوكي انقذ حياتي من 10 سنين وقتل اشخاص كتير كانوا عاوزين يقتلوني، وبيديها سكينة وبيأمرها تلاقي القاتل وتخلص عليه وما تقلقيش من حاجة علشان أنا في ظهرك. وبعدها الشرطة بيستجوبوا المجرم اللي جيو مسكته وبيأمروه يقول على اسم الزعيم بتاعه، والمجرم بيقول لهم ان اسم الرئيس بتاعي يبقى مانجو. وبيلدو لما بيخرج من الأوضة بيشوف جيو وبيسألها انت بتعملي ايه هنا، هي بتقول له انا انتقلت لقسم مكافحة الممنوعات. وتشان بيوصل وبيأمرها تروح مكتبها، وبيقول لبيلدو ان جيو هتبقى شريكتك، وبيلدو بيكون رافض الفكرة بس بيضطر يوافق على أوامر مديره. وجيو بتروح تقعد على مكتبها مع زميلها، وهو محدش فيهم بيكون حبيبها بسبب انها اتدخلت في شغلهم قبل كده. وبيلدو بيجيله اتصال وبيعرفوا منه بمكان مانجو، بينما تشوي بيجيله طلبية كبيرة لتهريب بضاعة ممنوعات، والمساعد بتاعه تيجو بيحذره ان جيو دخلت قسم مكافحة الممنوعات فهي ممكن تبقى خطر علينا وانا مش واثق فيها. تشوي بيقول له بالعكس انا واثق منها جدا. تيجو بيقول له لو حاولت تقرب مننا انا هقتلها بنفسي، وتشوي مش بيكون معترض على كلامه. وعلى الجانب الاخر بيلدو بياخد جيو الجراج تحت الارض وبيأمرها تروح تدور على مانجو وتقبض عليه، وجيو بتخش الطرقه دي وفي شخص بيوقفها وبيضربها علشان تخرج من هنا، وبيلدو معتقد ان جيو هتفشل في القبض على مانجو واكيد مانجو هيهرب، وساعتها هو يدخل ويمسكه. وفي نفس الوقت جيو بتضرب الحارس وبتقطعه ضرب وبيخش عليها حراس تانيين، بس جيو بتقدر تقاتلهم كلهم وتخلص عليهم لانها متدربه كويس على القتال. وبعدها بتخش للكازينو، وبيلدو بيخش وراها وبيشوف الجثث على الارض وبيتصدم اكتر ان جيو اللي هزمت كل الرجاله دي بما فيهم مانجو. وبيلدو بيستجوب مانجو وبيساله فين الممنوعات اللي موجوده هنا، بس بيلدو بينكر ان في ممنوعات موجوده هنا، فبيلدو بيفضل يبحث في المكان. وجيو بتشوف موظف البار بيخبي ازازه معينه وبتطلع الازازه دي وبيطلع ان جواها مخدر جديد، وهي دي الممنوعات اللي بيتاجر فيها مانجو. وبعدها بيقبضوا على مانجو، وبيلدو بيقول لجيو انا امرتك تقبضي على مانجو مش تضربي كل الناس. هي بتقول له انت كنت عايز تختبر قدراتي، وهو بيقول لها ما تكرريش اللي انت عملتيه ده تاني، والمره الجايه البسي بدله واقيه للرصاص. وفي اسم الشرطه بيسالوا مانجو جبت الممنوعات دي منين، مانجو بيكذب عليهم وبيقول لهم دي جات لي هديه، ومش بيرضى يقول لهم مين الشخص ده. بيلدو بيقول له انت هيتحكم عليك بمده كبيره لو ما قلتش على اسم تاجر الممنوعات. مانجو بيقول له الشخص ده مرعب جدا، ومانجو كان يقصد جانجيا اللي اصبح زعيم عصابه كبيره جدا وعنده مالها ليلي وبيوزع فيه المخدر بتاعه الجديد. وبعدها جيو بتكلم تشوي وبتعرفه ان مانجو اتقبض عليه ومعاه نوع مخدر جديد ولسه ما نعرفش المصدر. وجيو بتروح تقعد على الكمبيوتر وبتفتح قاعدة بيانات الشرطة وبتكتب اسم ابوها وبتشوف فيديو للقاتل، وبتعرف ان تيجو المساعد بتاع تشوي كان موجود في نفس المكان قبل وفاة ابوها، وفي نفس اليوم شرطة مكافحة الممنوعات كانوا بيقبضوا على تاجر ممنوعات. وعلى الجانب الاخر تيجو بيعرف تشوي ان في مخدر جديد نزل السوق، وبالتالي في عصابة جديدة اتكونت الفترة اللي فاتت. تشوي بيقول له جيو هتقدر تعرف مين العصابة دول.
وبعدها في قسم مكافحة الممنوعات الضباط بيجهزوا علشان يستهدفوا زعيم عصابة معين، وكله بياخد مسدسه وبيتجمعوا في الأوضة دي وبيطلعوا تليفوناتهم علشان السرية التامة. وتشان بيقول لهم هدفنا هو تشوي، وجيو بتتصدم لما بتعرف ان المهمة هي القبض على تشوي. وتشان بيقول ده من أكبر مهربين الممنوعات في بلدنا، وفي شحنة وصلت له من يومين وهو رايح يستلمها من المصنع بتاعه، وهيوصل هناك خلال 50 دقيقة، ولازم نقبض على تشوي بأي شكل. بيوزع عليهم المهام وبيأمرهم يتحركوا، وفي جزء منهم بيركبوا المركب وبيقربوا من المصنع، وتشان بيأمر الفريق الأول يستعدوا، وفي نفس الوقت تشوي بيوصل للمصنع. وجيو أكيد مش عايزة تقبض عليه، بس مش معاها تليفون علشان تحذره، والظباط بينتشروا جوه السفينة وبيقبضوا على عدة أشخاص من أفراد العصابة، وبعدها بيتقدموا أكتر وبيقبضوا على الأشخاص دول، وبيفضلوا يبحثوا عن المكان اللي فيه الممنوعات. وجيو بتشوف تشوي من بعيد وبتفكر تحذره ازاي، بينما بيلدو بيخش في قتال ضد المجرم ده، بس بيقدر يتخلص منه وبيوصل اخيرا لتشوي وبيرفع عليهم السلاح، بس بيحصل ضرب نار وتشوي بيولع في المكان علشان يمسح اي ادله وراه، وبيلدو مش بيقدر يقبض على تشوي. وتشوي قبل ما يمشي بيلمح جيو والمصنع بينفجر، وتشوي وتيجو بينطوا في الميه ومهمه ضباط الشرطه بتفشل. وبعدها تشان بيكتشف ان في رصاصتين اتضربوا هنا، وجيو بتدس المسدس اللي قتل ابوها في المكان، وبتقول لتشان انا لقيت المسدس ده هنا، وطبعا هو بيفهم ان ده سلاح لضابط شرطة. وتشوي بيرجع لبيته وهو في قمة الغضب، وبيأمر تيجو يعرف مين اللي سرب معلومة اننا هنستلم شحنة ممنوعات. تيجو بيقول له بس جيو ما اتصلتش بينا وحذرتنا. تشوي مش بيرد عليه لانه حاسس بخيبة امل منها، وبعدها جيو بتحاول تتصل بيه بس هو مش بيرد عليها لانه متضايق منها. بينما تشان كان بيحاول يعرف مين اللي ضرب نار في مسرح الجريمة ومين صاحب المسدس اللي لقاه، وبيتفقد كل اسلحة الضباط وبيكتشف ان محدش فيهم ضرب نار. وبالليل جيو والظباط بيتعشوا سوا، وجيو بتعرف منهم انهم بقالهم 4 سنين بيطاردوا تشوي علشان هو من اكبر مهربين الممنوعات في العالم، وزمان في عضو من الشرطة اتقتل من تشوي. وجيو بتسيبهم وبتقوم تتصل بتشوي وبتقول له انا ما كنتش اعرف انك هدف الشرطة، والشرطة قدرت توصل للكاميرات اللي في الفندق عندك وعلشان كده عرفوا تحركاتك، وكنت عايز احذرك بس هم خدوا تليفوني فضربت نار في مسرح الجريمة علشان احذرك، وسبت المسدس في مسرح الجريمة علشان حقيقة مقتل ابويا تتكشف. وتشوي بعدها بيروح يعطل كل الكاميرات دي، وبكده الشرطة مش هيعرفوا يوصلوا لتشوي. وتشوي بيتضايق على اللي حصل، بينما جانجيا بياخد رجالته وبيتحركوا وبيوصلوا لصالة التدريب اللي كان بيتمرن فيها من 5 سنين، ورجالته بيهجموا على كل الموجودين، والتلاميذ بيتصابوا اصابات خطيرة وفيهم اللي بيتقتل بدم بارد. وتيجو كان موجود هنا، وجانجيا بيكسر ايده علشان ينتقم من تشوي بعد اللي عمله فيه. وبالليل لما تشان بيخرج من شغله في شخص ما بيطارده وبيطلع عنها جيو، وتشان بيودي المسدس اللي لقاه في مسرح الجريمة للمختبر ده، والدكتور بيطلع رقم التسلسل المكتوب على المسدس، وجيو بيجيلها إخبارية إنها تروح لصالة التدريب، وهي بتتحرك وبتوصل على هناك وبتعرف إن في ناس كتير ماتوا وفي ناس اتصابت، وبتشوف تيجو وهو مصاب وبتخش لصالة التدريب وبتسأل بيلدو إذا كانت شوي اتقتل، بس هو بيقول لها لا هو ما كانش هنا. وبيلدو وجيو بيكتشفوا وجود المخدر الجديد في صالة التدريب وبيفتشوا كاميرات المراقبة علشان يعرفوا مين اللي هجم على المكان، بس مش بيوصلوا لحاجة. وبيلدو بيجيله دورية وبيسيب جيو وبيمشي، وهي بتبقى بعتت رسالة لتشوي علشان تطمن عليه بس لسه مردش. وتشوي في الوقت ده بيروح جنازة التلاميذ اللي ماتوا، وجيو بتوصل للمكان علشان تطمن ان تشوي بخير، بس بتتنكر علشان بيلدو وتشان ما يشوفوش وشها، وبيلدو بيركز معاها وبيحس انه يعرفها، وهم بيكونوا وصلوا علشان يعزوا في التلاميذ اللي ماتوا، بس تيجو بيأمرهم شخص واحد بس اللي يخش يعزي. وفي الحقيقة تشان جه هنا علشان يشوف تشوي، وبيقول له على مثل شعبي في اليابان مصير الكلب زي مصير صاحبه، لو صاحب الكلب كويس فالكلب هيعيش كويس، وممكن يموت في الشارع لو صاحب الكلب شخص وحش. تشوي بيستهزأ بيه وبيقول له انت لو في عالم العصابات كان زمانك ميت من زمان. تشان بيقول له انا عايز اقفل القضية بتاعتك دي للابد. تشوي بيقول له مش هتعرف تمسكني ابدا. بينما جانجيا بيحتفل مع رجالته بعد ما هجموا على صالة التدريب، وبيكون عاوز يمسك جيو ويقتلها، وبعدها المساعد بتاع بيلدو قدر يجيب صورة لشخص من الاشخاص اللي هجموا على صالة التدريب، وبيطلع عنها صورة جانجيا، وجيو بتشوف صورته وبتتصدم، والشرطة بيجي
وبيجيبوا كل المعلومات عن جانجيا وبيستنوا تشوي يعمل اي خطوات علشان يقبضوا عليه، وتشوي في نفس الوقت عاوز يرد على عصابة جانجيا ويعرفه هو مين، وعلشان العصابة بتاعته ما تنهارش ويفضل مسيطر على سوق الممنوعات. وتشان بيؤمر بإطلاق سراح مانجو علشان يروح يتعاون مع تشوي، واكيد هيحاولوا ينتقموا من جانجيا. جيو بتقول بس لو في عصابتين قتلوا بعض ففي ناس كتير هتموت، بس تشان مش بيهتم مين يموت من افراد العصابات. وجيو بتبعت رسالة لتشوي وبتقول له ان مانجو هيخرج براءة وده فخ من الشرطة. وتشوي بيأمر تيجو يجهز كل الرجالة وبيقول ان تشان مفكرني غبي، بس في الحقيقة هو اللي غبي وانا هجريه في اللي بيعمله. وتشان بيقول لرجالته ان في شخص من رجالة تشوي هينضم لينا وهيبقى جاسوس عند رجالة تشوي، وبكده عصابة تشوي هتتدمر وانا هروح اقابله دلوقتي. وجيو بتبعت رسالة بالمعلومة دي لتشوي وبتتحرك بالموتوسيكل بتاعها علشان تراقب تحركات تشان. وتيجو لما بيركب عربيته بيلاقي رسالة وظرف فيه المخدر الجديد وما كانش يعرف ان ده فخ معمول له. وجيو بتوصل للمكان اللي تشان فيه وبتشوف ان في شخص من بعيد بيصور تشان، فبتتحرك علشان تعرف مين الشخص ده. ولما بتخش المبنى بتقابل بيلدو وبتحاول تهرب وهو بيحاول يوقفها وعاوز يعرف هويتها، وبعد قتال ما بينهم هي قدرت تهرب. وفي نفس الوقت تيجو بيوصل لمكان قريب من تشان، وجيو بتعدي بالموتوسيكل وبتشوف تيجو قريب من تشان. وبعد شوية وقت بيلدو بيوري لتشان صورة الشخص اللي كان راكب موتوسيكل، وتشان بيشك ان الشخص ده يبقى جيو لانها من ساعة ما وصلت ومهمتنا كلها بتفشل، وبيأمر بيلدو يراقبها كويس. وبعدها جيو بتكون في البيت بتتصل بتشوي وبتقول له ان تيجو كان بيقابل تشان، وبعد لحظات تيجو بيخش عليه وتشوي ما بقاش بيثق فيه وبيأمره يمشي. وتيجو لما بيركب العربية بيقرا رسالة ومكتوب فيها لو عاوز تعرف مكان جانجيا تعالى للعنوان ده. والرسالة دي كانت فخ عمله تشان علشان يخلي العصابتين يقاتلوا بعض، وبيدي البيلدو ملف جيو علشان يعرفها اكتر وبيقعد يقرا كل المعلومات اللي تخصها واللي اساسا كلها معلومات مزورة. وهي في الوقت ده بتعالج الإصابة اللي جات لها من قتالها ضد بيلدو، وتاني يوم بتفضل تتمرن علشان تحافظ على لياقتها البدنية وبتطلع السكينة اللي خدتها من تشوي. وبتروح للمختبر علشان تشوف رقم التسلسل بتاع المسدس، بس لسه ما تعرفش اسم صاحب المسدس. وبعد شوية بحث بتعرف ان اسم صاحب المسدس يبقى جونسو، وبتروح بعدها لتشان وبتقول له انا عرفت ان صاحب المسدس اسمه جونسو، فمين جونسو ده؟ وبتجهز السكين علشان تقتله لو قال لها ان المسدس بتاعه. وتشان بيقول لها جونسو كان ضابط قديم هنا بس هو اتقتل في اول شهر ليه، واللي قتله كانت تشوي. وجيو بتاخد المعلومة دي وبتروح لتشوي وبتسأله عن جونسو وهل انت فعلا قتلته؟ بس تشوي بينكر كل الكلام ده وبيقول لها انا معرفش مين جونسو وعمرنا ما قتلنا ضابط شرطه، تشان بيكذب عليكي واوعي تصدقيه. وبعدها جانجيا بيقابل مانجو في الكازينو وبيشوف جيو على كاميرا المراقبه لما ضربت كل حراس الامن ودخلت الكازينو، وبيضحك بشكل هستيري علشان بيفتكر جيو. وتاني يوم بيلدو بيطلب من جيو يعزمها على الغدا بس هي بترفض وبتقول له انا ورايا مشاوير مهمه. وبيلدو بيقرر يطاردها ويشوف هي بتروح فين، وهي كانت بتجمع معلومات عن مانجو وجانجيا وبتتظاهر انها عايزه تشتري ممنوعات علشان تعرف توصل لهم. وبعدها بتوصل للجراج ده وبتتفاجئ لما بيلدو بيركب جنبها وبيسألها انتي بتعملي ايه هنا؟ بتقول له انا براقب مانجو لانه بيتاجر في مخدر جديد ومحدش فينا بيحقق في الموضوع ده. بيلدو بيقول لها ما ينفعش تحققي لوحدك، انا هشارك في المهمه دي. وبيشوفوا مانجو بيركب عربيته وبيتحرك وبيقرروا يطاردوه ويمشوا وراه، وبيوصلوا وراه للمصنع ده وبيتسللوا وبيخشوه وبيشوفوا جانجيا بيديله بضاعة من المخدر الجديد وبيستغربوا ان محدش فيهم معاه رجالته. وفجأة جانجيا بيلف وبيشاور عليهم وبيطلع انه عارف انهم موجودين، ورجالته بيوصلوا وبيخشوا في قتال شرس بالاسلحة ضد بيلدو وجيو. وفي البداية ضباط الشرطة بيقدروا يتصدوا ليهم وبيقاتلوا بكل شجاعة وبيخلصوا على افراد منهم، لكن للاسف هم كانوا اكتر منهم. وبيلدو بيقع من الدور اللي فوق وجيو اصبحت لوحدها واتهزمت. وجانجيا بيوصل وبيتبسط انه شايف جيو من تاني بسبب العداوة القديمة اللي ما بينهم، وبيقول لها بكل كراهية انا مبسوط اني شفتك تاني. اما تشوي فبيروح يقعد في المطعم اللي بيحبه وبيحس ان في حد قاعد وراه بيراقبه، فبيأمر صاحبة المطعم تجيب له سجاير، وهو عمل كده علشان يقدر يهجم عليهم جميعا وبيضربهم بكل عنف وبيقتلهم. وبيطلع انه ماهر جدا في القتال، بس فيهم شخص قدر يطعن تشوي لكنه بيقاوم وبيستحمل وبيعرف انهم رجالة جانجيا.
وبنرجع لجيو اللي بتطلب من جانجيا يفك ايديها ونخش في قتال سوا بالايد، بس هو مش بيهتم لكلامها وبيطعنها في رجليها وبيقول لها عاجبني شكلك وانتي بتتألمي. وجانجيا بيتصل برجالته علشان يسألهم قتلتوا تشوي ولا لا، بس تشوي اللي بيرد عليه. وجانجيا بيصور وش جيو وبيبعتها له وبيقول له حاول تيجي بسرعة علشان تنقذها. وجيو بتطلب من جانجيا يحرر بلده. جانجيا بيقول لها خافي على نفسك وبس، وهي بتقول له انا هقتلك. وجانجيا بيأمر رجالته يربطوهم في العربية علشان هيخلي المكبس يسحق العربية بيهم، وهم الاتنين بيتصدموا وبيحاولوا يفكوا نفسهم. وجانجيا خد بعضه ومشي، والعربية دخلت جوه المكبس وخلاص كلها ثواني ويموتوا. بس لحسن الحظ تشوي وصل في الوقت المناسب وبيعطل جهاز المكبس، وبيلدو كان لسه محبوس جوه ومش بيشوف تشوي. وتشوي بيهرب لما سمع صوت عربيات الشرطة وبينقذوا جيو وبيلدو وبياخدوهم، وجيو بتنهار بسبب الدم اللي فقدته. وبعدها تيجو بيسأل تشوي ليه ما خدتنيش معاك وانت بتنقذ جيو. تشوي بيقول له هل انا اقدر اثق فيك، وتيجو بيستغرب من كلامه. وبعدها تشان بيروح المستشفى علشان يطمن على بيلدو وجيو، وبيلدو بيقول له لازم نقبض على جانجيا في اسرع وقت. تشان بيزعق فيه وبيقول له ما كانش ينفع تعمل اي مهمه من غير ما تعرفني. وبيلدو بيقول له انا بقيت واثق ان جيو مش جاسوسه، وبيخش يطمن على جيو اللي بتكون فاقده الوعي. وبعدها تيجو بيقبض على مانجو وبيساله فين جانجيا. مانجو بيقول له معرفش. وافراد الشرطه بيستجوبوا ناس كتير علشان يوصلوا لجانجيا، بينما جيو وهي فاقده الوعي بتفضل تحلم بكوابيس عن ابوها وبيجيلها تشنجات وهي نايمه. بس بيلدو بيهديها وبيحكي لها انه كان عنده اخت زمان، وفي يوم وهي في الملهى الليلي في فرد عصابه حطوا مخدر في المشروب بتاعها، وللاسف هي ماتت لان قلبها كان ضعيف. وعلشان كده انا دخلت شرطه مكافحه الممنوعات، وجايز لو قبضت على كل افراد العصابات هيكون الشخص اللي قتل اختي واحد منهم، وانا حاسس انك عايزه تنتقمي من حد وانا هساعدك وهنمسكه سوا. وبيديها لبس جديد تلبسه وبيخرجها من المستشفى وبيروحوا يتغدوا مع ظباط تانيين، وتيجو بيصورهم وهم قاعدين سوا، وبيبلغ تشوي ان جيو خرجت من المستشفى. وبعدها تشوي بيكون جاهز جواز سفر جديد لجيو علشان عايزها تهرب من البلد، وبيأمر واحدة من رجالته تحجز لها رحلة طيران، وهو بيعمل كده علشان خايف لو جانجيا اتمسك يعترف عليها. وبيتصل بجيو وبيأمرها تسافر، بس هي بترفض وبتقول له انا لسه ما وصلتش لهدفي وما تقلقش من جانجيا انا هتصرف معاه، وبتقفل معاه وبتبص على رماد ابوها. بينما تشان بيأمر حد من رجالته يعرف له كل المكالمات والاتصالات اللي عملتها جيو. وبعد عدة أيام جيو بترجع لشغلها، وبيلدو بيقول لها جات لنا أوامر إننا كلنا نشيل مسدس. وفجأة بيوصل للمفتش رومان للمكان، وده كان واحد من الضباط اللي بيراقبوا جي عند بيتها وهي رايحة المدرسة. وبيبص لجيو وبيبان إنه فاكرها وبيكذب وبيقول لتشان جيو كانت معايا في وحدة جرائم العنف، وهي جيو كانت في قمة التوتر إنه يقول الحقيقة. وبره المبنى جيو بتقابله وبتسأله ليه كدبت وما قلتش الحقيقة. بيقول لها أنا مستمتع باللي أنت بتعمليه ومش هستفاد حاجة لما أكشفك. وعايز أقولك على معلومة مهمة، الشخص اللي قفل قضية أبوكي زمان كان تشان، وجايز تشان يكون مشتبه فيه في قتل أبوكي، وبيتمنى لها التوفيق وبيمشي. وبالليل رومان بيروح يقابل تشوي وبيسأله إيه علاقتك بجيو. تشوي بيقول له أنا بساعدها تعمل اللي هي عايزاه. فرومان بيقول له أنا عايز رشوة في مقابل إني ما أقولش لحد عن حقيقة جيو. بس تشوي مش شخص بيتهدد، وبيأمر واحد من رجالته يخنق رومان ويقتله وبيرمي جثته في الميه. اما جيو فبتروح للكازينو وبتقابل مانجو وبتقول له انا ممكن اقبض عليك دلوقتي علشان اتفقت مع جانجي عليا، او ممكن اقول لتشوي انك كنت السبب في الهجوم على صاله التدريب. ومانجو بيقلق من كلامها وبيوقفها قبل ما تمشي لانه خايف من تشوي، وبيوافق يقول لها اللي هي عايزاه. وهي بتنقل المعلومه اللي خدتها من مانجو لتشوي وبتقول له ان جانجي ناوي يهرب من البلد عن طريق البحر. وتشوي بيقرر يعمل كمين لجانجي قبل ما يهرب. وتاني يوم تشان بيتفاجئ بمكالمة من جانجيا وبيقول لتشان أنا هساعدك تقبض على تشوي، بس في المقابل تسيبني أهرب من البلد وهقولك على المكان اللي تشوي ورجالته هيجولي فيه. وبعدها تشوي بيجهز علشان رايح ينفذ الكمين على جانجيا، وبيأمر تيجو يفضل مكانه في المكتب علشان لو انا مت انت اللي هتدير العصابة من بعدي. وبعدها جانجيا بيوصل للمينا اللي هيسافر منها، والشرطة بيوصلوا وبيكونوا مستخبيين. وبعد دقايق تشوي ورجالته بيوصلوا وبينزلوا من عربياتهم، وجانجيا ورجالته بيخرجوا وبيحصل اشتباك عنيف ما بين الطرفين وكله بينزل ضرب في التاني. وتشان بيأمر رجالته ما يتدخلوش علشان رجالة العصابات يموتوا، وجانجيا وتشوي بيخشوا في قتال فردي
فردي، والشرطة بعدها بتتدخل علشان يقبضوا على المجرمين. وجيو بتوصل وبتشوف تشوي وهو بيطارد جانجيا، وتشوي وجانجيا بيطلعوا سكاكين وبيتقاتلوا بيها، وتشوي طعنوا عدة طعنات وجانجيا بينهار على الأرض. وتشوي بيعتقد إن جانجيا استسلم، لكن فجأة جانجيا طلع سكينة وطعنوا بيها، وتشوي بيتألم بشدة وبينهار. بس في اللحظة الأخيرة جيو بتهدد جانجيا ما يتحركش وإلا هتقتله، وبتأمر تشوي يهرب بسرعة، وفعلا تشوي بيهرب وجيو بتتردد في قتل جانجيا. وبيلدو بيوصل وجانجيا بيهددها إنه هيقول لبيلدو إنها من رجالة تشوي، وبيرمي السكينة وكان على وشك يتكلم، بس جيو ضربت عليه نار وقتلته. وأثناء وتشوي بيهرب تشان بيوقفه، لكن عربية تبع تشوي بتوصل وبيركبها وبيهرب، وبيطلع نتيجو هو اللي أنقذ تشوي. وبيتوقفوا هنا لما بيكونوا في امان، وتشوي بيأمره يمشي ويسيبه وانا هكون بخير. وتشوي بيتحرك وبيروح للمكان ده علشان يتعالج، والرهبان بياخدوا جثته وبيعالجوا اصاباته، بينما جيو ايديها كانت بتترعش علشان دي كانت اول عملية قتل ليها. وبتفضل تحلم بكوابيس وبتشوف جانجيا، وجانجيا بيجي من وراها وبيخنقها، وبعدها بتفوق من الأحلام دي. وبيلدو بيجي يزورها وبيكون جايب لها أكل وبيهديها، وبيحس إنها محبطة جدا من الحياة، فبيقول لها اللي بيشتغل شغلانتنا لازم يهدي نفسه ويدور على وقت يقعد فيه هادي، وحاولي تشوفي هواية ليكي. جيو بتقول له أنا بحب أقعد على الشاطئ، وبيلدو بيقترح عليها يروحوا هناك سوا في يوم من الأيام. جيو بتقول له ما تتعبش نفسك أنا هبقى كويسة، بس هو مش بيسيبها وبيقول لها أنا فهمت ان انتي وجانجيا كنتوا تعرفوا بعض وسمعتكم بتتكلموا في المصنع. فهي بتقول له ان جانجيا حاول يعتدي عليا زمان، وبتنام وهي قاعده معاه، وبيلدو بيسيبها تنام وبيمشي. وبعد عده ايام تشوي حالته بتتحسن وبيفوق، والراهب متفاجئ ان تشوي لسه عايز يعيش. وبعدها تشان بيؤمر رجالته يفتشوا في كل المستشفيات عن تشوي لانه اكيد بيتلقى العلاج دلوقتي، وتشان متضايق انه معرفش يمسكه. وبعدها في شخص من رجاله جانجيا بيسيب ظرف عند باب جيو، ولما هي بتفتح الظرف بتشوف صورة لابوها بزي ظابط شرطة، وبتتصدم لانها ما كانتش تعرف انه ظابط. والمفاجأة الاكبر ان اسمه جونسو، وده الاسم اللي تشان قاله لجيو انه مات بعد شهر. وبعدها تشوي بيتصل بيها وبيطلب يقابلها، وفعلا هي بتروح له للمعبد اللي بيتعالج فيه. وتشوي بيقول لها من زمان وانا ما خدتش طعنه زي دي وكنت نسيت احساس الالم. هي بتقول له جانجيا بعت لي الصوره دي لابويا، هل فعلا ابويا كان ظابط؟ هو بيقول لها دي حقيقه فعلا، وتشان بعته في مهمه علشان يقتلني انا وعصابتي، لكن ابوك انقلب على الشرطه واصبح في صفنا، وهي دي المره اللي انقذ فيها حياتي. وبياخدها جوه وبيحكي لها ذكريات اكتر عن ابوها، وبيقول لها انا كنت احيانا بلاقيه بيختفي، وكنت معتقد انه على علاقة ببنت فقررت اطارده، وعرفت بعدين انه كان بيروح يقابلك انتي. وهي بتتفاجئ انها حتى ما كانتش تعرف اسم ابوها الحقيقي، وبتسأله ليه ما قلتليش على كل ده؟ قال لها علشان كنت عايزك تكتشفي كل ده لوحدك. وبيقول لها على حقيقة مقتل ابوها، وان تشان ما قدرش يتقبل ان جونسون قلب عليه فهو اللي قتل ابوكي. وجيو بتتصدم اكتر وبتقرر انها تقتل تشان. وفي نفس الوقت بيلدو كان بيدور على تشوي وبيوصل للراهب وبيوريله صورة تشوي، بس الراهب بينكر انه شافه. وبعدها تشان كان بيسكر ومتضايق انه ما قبضش على تشوي، وبيلدو بيقعد معاه وبيوعده ان تشوي هيتمسك. وبعدها تشوي بيتصل بتيجو وبيأمره يقتل تشان لان جيو مش هتقدر تقتله، وتيجو بيوافق وبيتسلل لأوضة حارس الامن وبيعطل كاميرات المراقبة. وفي نفس الوقت بيلدو بيوصل تشان اللي كان سكران للبيت، وبيلدو كان عاوز يفضل معاه بس تشان بيأمره يمشي، وبيخش يستريح على الكنبة. وبمجرد ما بيلدو مشي جيو بتكون وصلت، بس تيجو بيسبقها وبيطعن تشان، وتشان بيحاول يطعن ايده بالازازة بس فشل، وتيجو خلص عليه ومشي. وجيو بتوصل وبتشوف الدم على أكرة الباب، وتشان ضرب عليها نار بس لحسن الحظ الرصاصة ما قتلتهاش. وبيلدو سمع صوت ضرب النار، وتشان لما شاف جيو بيدرك انها الجاسوسة اللي شغالة عند تشوي. وجيو بتقول له انا عملت كل شيء علشان اقدر اوصل لقاتل ابويا، وبترفع عليه السكينة وبتأمره يعترف هل انت فعلا قتلته علشان هو خانك؟ وتشان بيدرك انها بنت جونسو وبيقول لها ازاي انتهى بيك الامر تحت طوع تشوي ده شيطان. وفي نفس الوقت بيلدو بيوصل وبيخبط عليهم، وتشان بيدي لجيو الظرف ده، وجيو بعدها بتنط من الشباك، وبيلدو بيكسر الاكرة وبينهار على موت تشان. وتشان مش بيرضى يقول عن حقيقة جيو، وجيو بتركب عربيتها وبتفتح الظرف، وكان فيهم صور بولاعة كانت دايما مع تشوي، والولاعة دي كانت هدية من جونسو. بس تشوي اكتشف ان جواها
جواها جهاز تتبع. وتشوي اتعصب جدا وفهم ان جونسون قلب عليه وانه لسه شغال لصالح الشرطه. وجيو بتلاقي رسائل ابوها كتبها لتشان، والرساله كانت بتقول ان هو هيروح يقابل بنته في اليوم اللي اتقتل فيه. وتيجو اتصل بتشوي وعرفه بالمعلومه دي، وتشوي راح بنفسه وقتل جونسو. وبتلاقي رساله تانية جونسو كتبها لجيو بس مش بتلحق تقراها علشان البوليس والاسعاف وصلوا للمنطقه، وجيو بتضطر تهرب. وجونسو كان بيقول لها في الرسالة إن الحياة صعبة وأنا عايز أحميكي دايما، ولو حسيتي بالضياع أنا عايزك تكلميني واوعي تخبي آلامك عني، وكان نفسي أعيش معاكي أوقات أكتر من كده، ونفسي أشوف عيالك بيكبروا، بس أنا مش ضامن أعيش لإمتى، ولو أنا مت بكرة أنا عايزك تعيشي حياة جميلة وسعيدة. للأسف أنا ما كنتش أب كويس ليكي. وجيو بتنهار من الحزن بعد الرسالة دي، وبتفتكر كلام تشوي لما قال لها ليه عايزة تنتقمي، وبتفتكر المسدس اللي اداهولها وكل الكذب والألاعيب بتاعته، ولما قال لها ان القاتل من الشرطه، ولما بتفتكر كام مره كذب عليها، وبتنهار من العياط والصدمه، وحست بخيانه شديده ومش مصدقه انها اتخدعت من كلامه. وبتمسك ولعه العربيه وبتحرق وشم العصابه اللي على صدرها، بينما تشان فبيتنقل للمستشفى. وجيو بتحط مكياج وبتداري على زعلها وبتروح المستشفى، وبتسال بيلدو عن حاله تشان. بيقول لها ان تشان امبارح كان سكران وبعدها وصلته البيت بس في حد هجم عليه واكيد تشوي السبب. وايد جيو بتنزل دم بسبب الرصاصة اللي تشان ضربها عليها وهي بتخبي الدم. والدكتور بيخش عليهم وبيعرفهم ان العملية نجحت وتشان قدر يعيش. وبعدها تيجو بيتصل بتشوي وبيعرفوا ان تشان عايش، وجيو كانت في مسرح الجريمة وغالبا هي عرفت الحقيقة. وبعدها جيو بتتصل بتشوي وبتطلب منه ما يتحركش من عنده علشان الشرطة بيدوروا عليك بعد ما جانجية اتقتل، بس تشوي مش بيثق في كلامها وبيمشي. وفي الوقت ده جيو بتلم حاجتها علشان تمشي من عندها، بس في 3 من رجالة تيجو بيتلموا عليها وبيحاولوا يخنقوها، بس جيو بتقاوم وبتقاتلهم وبيدور ما بينهم قتال عنيف، وبتقدر تخلص عليهم وبتخرج. وتيجو بيوصل علشان يقتلها بنفسه وهي بتبقى مستخبية منه. وتيجو بيقول بصوت عالي ايه شعورك بعد ما طلعنا بنخدعك ولما عرفتي انك بنت خاين. وجيو بتظهر قدامه وهو بيفضل يستفزها ان تشوي قتل ابوها، وبيبدأ القتال ما بين الاتنين بالسكاكين. وجيو بتكافح قدامه وبتستحمل الضرب منه وبتقدر تطعنه في رجله كذا طعنة، وبعدها بتقتله وبتخلص منه. وفي اسم الشرطة في ضابط بيجيله إخبارية بمكان تشوي الحالي، بس قبل ما يتحركوا تشوي بنفسه بيوصل وبيسلم نفسه. وبيلدو بيبعت رسالة لجيو وبيأمرها تيجي حالا. وبعدها بيلدو بيستجوب تشوي بخصوص محاولة قتل تشان وقتل جانجية. تشوي بيرد وبيقول العالم ده فيه نوعين، قاتل ومقتول، وأنا مش عايز أكون مقتول. بيلدو بيقول له يعني تاجرت في الممنوعات وقتلت ناس علشان بس ما تتقتلش، أنا عايزك تفكر في الموضوع تاني وأنت في الزنزانة. تشوي بيستهزأ بيه وبكلامه. وبعدها المحامية بتاعت تشوي بتوصل وجيو بتوصل وبتخش أوضة الاستجواب وبتسأل تشوي ليه سلمت نفسك؟ قال لها أنا جاي أثبت براءتي ومش أنا اللي قتلت جانجية. هي بتقول له أنت معتمد إن الجاسوس اللي أنت زرعته هنا هيخرجك، بس ده مش هيحصل، الجاسوس ده مستحيل يساعدك، وأنا شفتك بتقتل جانجية وسلاح الجريمة معانا وعليه بصماتك، فبالتالي أمرك انتهى وفي خلال ساعة هتكون في السجن. وبتسيبه وبتمشي. وبعدها جيو بتخش أوضة الأدلة وبتقول للظابط انا عايز اطلع على ادله قضيه جانجية. وجيو بتاخد الادله وبتمشي، بينما الظباط كانوا بيبحثوا عن العربيه اللي شافوها على الكاميرات وبيكتشفوا ان العربيه دي تبع الشرطه ومتسجله باسم جيو. وبيلدو بيراجع سجل مكالمات جيو وبيكتشف انها كلمت تشوي اكتر من مره. وجيو في الوقت ده بتتصل بتشوي وبتقول له انا خدت كل الادله وكده تشوي براءه. وبيلدو بيشوف جيو على كاميرا المراقبه الخلفيه لبيت تشان وبيستنتج ان هي اللي حاولت تقتل تشان، وبيأمر الضباط يمنعوا جيو من الخروج من المبنى، بس هي بتعرف تستخبى منهم وبعدها خرجت بالفعل وبتركب الموتوسيكل بتاعها ومحدش بيلحقها. وتشوي بيخرج من المبنى لان ما بقاش في اي دليل عليه، والضباط كلهم كانوا في قمه الغضب. وبيلدو كان مصدوم انه وثق في جيو وطلعت خبيثه للدرجه دي، وبيفتكر كل كلامها معاه زمان ومصدوم انه وثق فيها وطلعت كدابه. وجيو بتقف على الطريق وبترمي السكينه اللي عليها دم جانجية في الميه. وبعدها تشوي بيشوف جثه تيجو وبيفهم ان جيو خرجته من السجن علشان تقتله وقتلت تيجو بالسكينه اللي هو اداها لها زمان. وتشوي بيحزن جدا على تيجو وبيقول لرجالته احنا مش هندور على جيو، انا هستناها تيجي من نفسها لان هدف حياتها تنتقم مني. وبيحرق صور البيت اللي كان هيديه لجيو. وبيلدو بيجيله اتصال من الشرطه
بيعرف منه ان بصمات جيو مش موجودة في سجلات نظام الشرطة، وبيروحوا كلهم لبيت جيو اللي كانت عايشة فيه، وبيلاقوا البيت متدمر وكل حاجتها مش موجودة. وبيلدو بيشوف الفازة بتاعت رماد ابوها مش موجودة، فبيفهم انها بتزور ابوها في المقابر، وفعلا استنتاجه كان صح. جيو في الوقت ده بتزور قبر ابوها وبتقول لابوها لو كنت اعرف حقيقتك كنت حبيتك جدا وما كنتش هسيبك لحظة واحدة، اتفرج عليا وانا بنهي الحدوتة دي. وبعدها بتتحرك بالموتوسيكل، لكن بيلدو بيظهر قدامها وبيطاردها، وجيو بتخرج عن الطريق وبتنزل للمزرعة، بس بتقع بالموتوسيكل بسبب الطريق. وبيلدو بيضرب نار في الهواء وبيأمرها تتوقف، وبيأمرها ترفع ايديها وتستسلم، وبيحط الكلبشات في ايديها وبيقبض عليها وبياخدها معاه لاسم الشرطة. وفي ضابط كان نفسه يضربها لانه وثق فيها واعتبرها زميلته، وتشوي بيعرف انها اتقبض عليها وبيكون عاوز يخرجها باي شكل، بس المحاميه بتقوله هي اتصورت وهي بتسرق الادله من اسم الشرطه، فاننا نخرجها براءه مش هتبقى حاجه سهله. تشوي بيامرها تتصرف وتلاقي طريقه، بينما بيلدو بيسال جيو ليه حاولتي تقتلي تشان؟ بتساله لو قلت لك مش انا اللي حاولت اقتله هتصدقني؟ الشخص الوحيد اللي يقدر يثبت براءتي هو تشان. بس بيلدو بيقول لها مش هصدق منك ولا كلمه. وتاني يوم المحاميه بتقابل جيو وبتقول لها انا جايب لك رسالة من تشوي وانه مش هيسمح لك تخشي السجن، وبتشوف انها مصابة ومحتاجة رعاية، فبتطلب من بيلدو ان جيو تتنقل للمستشفى، بس بيلدو بيرفض. فالمحامية بتهدد انها هتقول للصحافة ان تشوي زرع جاسوسة جوه الشرطة، وبيلدو بيخاف من الفضيحة وبيوافق انهم ينقلوها للمستشفى، وبيلدو بيرافقها لهناك. والمحامية بتبلغ تشوي ان جيو هتتنقل للمستشفى، فتشوي بيؤمر رجالته يخطفوا جيو، وفي المستشفى جيو بتتلقى العلاج وبيعالجوا كل الإصابات اللي عندها، وبيطلع ان الممرضة اللي بتعالجها هي نفس الست اللي جيو لقيتها فاقدة الوعي في اول مهمة ليها، والممرضة بتفتكر جيو. وبعدها بيلدو بيزور تشان، وتشان بيقول له مش جيو اللي حاولت تقتلني، ده كان تشوي، وهو اللي قتل ابو جيو من 5 سنين لاني زرعته وسط العصابات. وهي جيو انضمت لتشوي علشان تنتقم من قاتل ابوها، بس تشوي طلع بيخدعها. وبيلدو بيفهم الحقيقه بالكامل وان جيو مظلومه، بينما جيو قدرت تفك ايديها من الكلبشات، والممرضه بتشوفها بس بتتعاطف معاها وبتديها مفتاح عربيتها علشان تهرب. بس قبل ما تهرب بيوصل ضباط شرطه وبيدور قتال ما بين الاتنين، وجيو قدرت تتغلب عليهم وبتهرب وبتتنكر بزي ممرضة وبتنزل للجراج، بس بيلدو بيظهر وبيوقفها وبيقول لها انا عرفت الحقيقة بالكامل وخايف عليكي من مواجهة تشوي. بس هي بتقول له انا ضحيت بحياتي كلها لاجل الانتقام، ولو ما قتلتوش فحياتي مش هيكون ليها معنى. وبيلدو مش عاوز يسيبها وبيحط الكلبشات في ايديهم وهي بتفضل تتخانق معاه. بس فجأة رجالة تشوي بيظهروا علشان يخطفوا جيو، بس جيو وبيلدو بيتحدوا سوا وبيقتلوهم وبيسرقوا عربية وبيتحركوا. وبالليل بيتوقفوا بالعربية على الشاطئ وبيخشوا لبيت واحد صاحب بيلدو، ودراع جيو كان بينزف، فبيلدو بيغير لها على الجرح وبيقول لها بعد كده ما تقتليش لوحدك، انا دايما هكون معاكي. وهي بتتبسط من الكلام ده وبيقعوا في حب بعض، وبيلدو بيتفق معاها يقتلوا تشوي سوا. وبعدها المحامية بتقابل تشوي وبتعرفه ان تشان فاق من الغيبوبة واكيد هيطاردك، وبتطلب منه يهرب، بس هو مستني جيو تجيله الاول ويصفوا حسابهم سوا. وتشوي بيطلع مسدسه وبيقول يانا يا هي اللي هيموت. وتاني يوم بيلدو وجيو كانوا راكبين العربية، وبيلدو بيمسك ايديها وبيقول لها ايا كان اللي هتمر بيه انا هكون جنبك. وفجأة تشوي ظهر جنبهم وضرب نار على بيلدو وبعدها هرب، وجيو بتتصدم وهي شايفة بيلدو مقتول، وحتى الشخص الوحيد اللي وثقت فيه بعد موت ابوها مات، وبتفضل تعيط وهي ماسكة مسدس بيلدو. وبتوصل لبيت تشوي وبتقرر تنتقم منه، وبتخش في قتال عنيف ضد رجالة تشوي وبتشتبك مع رجالة كتير، بس مش بتهتم وبتخلص عليهم واحد ورا التاني، وجواها طاقة غضب كبيرة. وتشوي قاعد وعارف انها جاية، وهي بتوصل للدور اللي فيه تشوي وبتقتل الرجالة اللي بتقابلهم في سكتها بالسكينة. وبعدها بتخش على تشوي الأوضة، وتشوي بيقول لها ابوكي كان شخص ضعيف وما عندوش شجاعة انه يقتلني، لكن انتي مختلفة عنه، لو انتي عندك شجاعة حاولي تقتليني. وجيو بتهجم عليه والاتنين بيتقاتلوا بالسكاكين وبيعافروا في القتال ضد بعض، وجيو قدرت تطعنه عدة طعنات وتشوي كمان قدر يطعنها، والقتال بيكون صعب على الاتنين. وتشوي قدر يوقع من ايديها السكينة وفضل يطعنها كذا مرة، وكان على وشك يقتلها بس هي سبقته وطعنته في بطنه وخدت السكينة من الارض وطعنته في رقبته وقتلته نهائيا. واخيرا اتخلصت من الشخص اللي بوظ حياتها وقتل ابوها وقتل الشخص اللي حبته من قلبها.
وبتمشي من المبنى بعد ما قتلت كل الأشخاص اللي فيه، وبتروح تحط ورد قدام قبر أبوها، وبتحط ورد قدام قبر بلده. وهنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدوسوا لايك وساعدونا نوصل الحلقة دي ل15,000 لايك، واللي وصل لآخر الحلقة عايزك تحط ايموجي المسدس في الكومنتات علشان أعرف مين اللي عجبته الحلقة. وباي باي.